تمارس دورها وتبحث لها عن وظيفة داخل المجتمع. هناك التكفيريون يبحثون لهم الآن عن وظيفة، وهي أنهم يدخلون في خصومات مع جهة غريبة غير موجودة أصلا إلا من خلال أشخاص يمارسون بتلقائية حريتهم الفكرية. طب أنت قبل قليل عندما سألتك عن الحزب الأقرب إليك يعني إليكم قلت بأنهم في النهاية أحزاب وطنية. ماذا عن حزب البديل الحضاري أو الحركة من أجل الأمة؟ أليست كنت قريب منها أنت؟ هذه أحزاب انحلت وليست لي عندما كانت يعني كنت قريب منها؟ لا، ليس عندي علاقة بها ولا قريب منها يوم كانت ويوم انحلت. يعني لا تجدها أيضا قريبة لفكرك مثلا كانت قبل أن تحل؟ والله أنا في فترة من الفترات كنت أساسا أمارس أحب أن أخوض في مجال الفكر، وكنت شوي أتحسس من الجانب السياسي والحزبي، وبالتالي لم تكن قريبة من أي حزب، هذا ما تقوله؟ لم تكن تغريني الأحزاب بهذا المعنى. طيب. نعم. طيب سيد إدريس، يقال بأن زعيم جماعة العدل والإحسان المحظورة الشيخ عبد السلام ياسين لم يخفي حماسه للثورة الإيرانية عندما قامت وبعد ذلك حتى، يعني ألا يقربه هذا مثلا من فكرك؟ يقربه؟ هو هذا الكلام صحيح، هذا كلام يوم في التأسيس، يوم كان يكتب في الجماعة الإسلامية غير ذلك، لكن هو لا أجد فيه فيما يدين به وفيما يكتبه إلا المحبة والاحترام والولاء لأهل البيت، حتى وإن كانت هناك بعض المواقف تأتي من بعض الجهات المحسوبة عليهم أو كذا، بما يفهم أنها تخوض فيما يخوض فيه باقي المواقف السلفية، ولكن عموما هناك احترام للتراث المغربي للأسف، لأنه هل من الجديد عنده هو أنه مغربي. على مستوى الفكر هل بينك وبينه يعني أي تواصل؟ لا، شخصيا ما فيش تواصل. طيب سيد إدريس، أنت قلت في إحدى المراحل لا توجد حركة إسلامية مغربية تمتلك الشجاعة للقبول قلت هذا الكلام. طبعا يحرجهم هذا. طيب هل طرقت باب أي من هذه الجماعات أو أي من هذه الحركات فرفضتك مثلا؟ أولا موقفي الأخلاقي والفكري ومقامي أيضا، أنا أحترم مقامي لا يسمح لي بأن أطرق أبواب هؤلاء. طب كيف يعني؟ ولكن يعني كيف يعني بالنية حكمت عليهم بالنية أنهم لا يريدون أن يقبلوك؟ لا يعني مش بالنية. أنا بمجرد مثلا كتبت في إحدى الجرائد، طلب مني أن أكتب في إحدى الجرائد ركنا، اعتبرته مساعدة ودعما معنويا، ولكن كانت هناك حركات تأتي وتقول فلان كذا وفلان، وبدأت تلعب بهذه العناوين حتى يعني لا تزاحمهم يتصورون أنني أتزاحم معهم للأسف، وهكذا أطلقوا علي صغارهم وكذا وكذا للأسف. أما أنني أطرق بابهم لا. ولكن هذا لا يفسر بأن أي حركة مثلا رفضت لأنك لم تطرق بابهم، لم تسأل، يعني ليس بالمعنى طرقت بابهم، يعني لم تطلب أن تلتحق فرفضوك نقطة، أليس كذلك؟ والله من ناحية هؤلاء لا يعرفون أخلاقي وروحي وعقلي، كيف أطلب طيب من حركة إسلامية أنني أطرق بابها؟ طيب سيد إدريس، خلوا عنا بعدها. طيب سيد إدريس، أنت تقول بأن ولاء الشيعة بالتأكيد لأوطانهم، قلت هذا الكلام؟ أنا بحكم خبرتي في جميع الشيعة في العالم الإسلامي بعرف هذا، أنهم أناس لا يطلبون إلا الاحترام والتقدير كباقي بني آدم. لا يعني ولاءهم لأوطان، أنت قلت أنا أنقل بالدقة. طبعا وهذا المطلوب. طيب. هذا يتناقض حتى إذا ما كان يتناقض مع تصريح للرئيس مبارك كما تذكر عندما قال بأن ولاء معظم أكثرية الشيعة ولإيران، أليس كذلك؟ طبعا هذا كلام بسيط شوي، في سذاجة بعض الكلام اللي يروج في الشوارع وكذا، وطبعا قيل في سياق معين، ولذلك هم لا يكون له يعني أهمية حينما الذي قاله رئيس دولة مثلا تقول أن فيه سذاجة، هذا ما تقوله؟ طبعا مبارك ليس مؤرخا ولا مفكرا ولا كذا، هو سياسي، وبالتالي اقتضت الحال أنه يقول هذا الكلام، ولكن لا ريب ولا أن يلقون له بالا. معلومات يعني ولا يقول من رأسه هكذا، هذا رئيس دولة يعني ومحسوب عليه كلامه. لا ليس معلوم، هذا توظيف سياسي. طيب ليس كلام. ألا ينسجم كلام الرئيس المصري مع مبدأ ولاية الفقيه بطريقة أو بأخرى؟ شو علاقته بولاية الفقيه يعني؟ أين يوجد ولي الفقيه الآن بالنسبة للشيعة، المواطنين الشيعة في العالم؟ ألا يوجد في إيران؟ الشيعة فيها مراجع كثيرة، وبعض المراجع يؤمنون بولاية الفقيه وبعضهم لا يؤمنون بولاية الفقيه. ولاية الفقيه مسألة فكرية، مسألة فقهية فكرية. هل تؤمن بها أنت؟ هل تؤمن بها؟ يعني
دعني أقول لك إن الشيعة جميعا، الفقه الشيعي يؤمن كما يؤمن المسلمون جميعا بأن للفقيه بعض الأدوار وبعض المسؤوليات وبعض الولايات على بعض الأمور، مثل القضاء مثل كذا. الفرق بينه وبين الولاية المطلقة كما في إيران هي أنها ولاية الفقيه المطلقة. الفرق بينها هي أنها موسعة. سؤالي حتى أنهي هذه النقطة، أنت تؤمن بمبدأ ولاية الفقيه أنت شخصيا؟ يعني هذا السؤال أنا لا يمكنني أن أجيب عنه في كلمة، لأن القضية هذه أحيانا حتى تدرسها يحتاج لك شهور كدراسة. طيب هل سيد إدريس، هل من ليست كلام إعلام، ليست كلام إعلام. طيب كما يقول البعض، هل من المصادفة أن يثور الغليان أوساط الشيعة في آن معا في دول العراق، البحرين، السعودية، لبنان، أخيرا اليمن، سمعت الحوثيين أيضا يتقاتلون الآن مع السعودية، هل من المصادفة هذا الكلام؟ مصادفة شو؟ يعني أنه فيه لعب؟ أنه في نفس الوقت يعني الأمور تغلي مثلا، هذا ما يقول البعض. هذا الغلاء سياسي. هناك جهات تنكث وتحاول أن تفتن وتحاول أن تلبس الأمور، بعض القضايا اجتماعية، حركات اجتماعية يوحون لها من خلال التلبيس ومن خلال الاستفزاز، فربما قد تصبح كذلك حينما يصنع مصيرها هكذا. يعني تقول في العراق الحوثيون حركة اجتماعية وهم لديهم صواريخ كاتيوشا أطلقوها في قبل أيام مثلا؟ شنو يعني هل غريب أن يكون عند اليمنيين والقبليين صواريخ؟ لا أنت تقول حركة ماذا اجتماعية، أكبر شعب يعني مسلح في العالم. إذا حركات اجتماعية نعم هذا أمر آخر. طيب. نعم أنا كنت أتمنى، أنا لو تسألني شخصيا كنت أتمنى لم يحدث هذا بالنسبة للحوثيين لو يتحولوا إلى حركة سلمية، هذا في نظري. ولكن هذه الأمور هناك فتنة، هناك جهات تصب النار أو تصب الزيت على النار. من هي هذه الجهات؟ كثيرة جدا، من له المصلحة في أن تغلي المنطقة وأنا أنصح في الحقيقة. تعرف شو أنصح؟ والله العظيم لو صارت فتنة حقيقية طيب كل خاسر. هذه النقطة إذا وصلت. إذا بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في الصميم. أشكر ضيفي إدريس هاني المفكر الشيعي المغربي في المملكة المغربية، كما أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعدكم بأنني سوف أسعى دوما لجعل الصورة الكاملة أكثر وضوحا. حيثما يوجد نقاش أعد بإثارته، مهما كان رأيكم أعدكم بأن أتيح لكم مجال التعبير عنه، وسواء اتفقت معكم أم لا. أعدكم بأن أبقى دائما على الحياد. أعدكم بأن أقدم لكم كل الآراء من كل الأطراف حتى وإن أثار ذلك غضبكم. أعدكم بأنني سوف أطرح الأسئلة بلا قيود. ضابط نازي شارك في قتل الملايين. واحد من أهم المجرمين المطلوب القبض عليهم لارتكابه جرائم حرب. لم يدفع أبدا ثمن الجرائم التي ارتكبها. إنه مبلغ كبير جدا وسوف ندفعه مقابل أن نحصل على معلومات عنه. هل لا يزال على قيد الحياة؟ مطاردة دكتور الموت. آخر النازيين، وثائقيات متميزة على شاشة BBC.